سيئاتنا بالحسنات وارزقنا في كل ما هو آت واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة زي ما احنا شفنا في الفيديو، أغلب الناس للأسف الشديد بيروحوا خطبة الجمعة يناموا، مع إن يا جماعة أصلا واجب عليك الإنصات في خطبة الجمعة. يعني أنت رايح صلاة الجمعة وجب عليك إن أنت تنصت إلى الإمام. ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخاه انصت، يعني بس تتكلم واحد تقول له استمع للإمام، فقد لغى. تخيل، يبقى لازم ننصت للإمام. الأمر الثاني اللي سبحان الله يا جماعة أجر أصلا الإنصات للإمام عالي جدا. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني من صلى الجمعة فأنصت إلى الإمام، فيما معنى الحديث يعني غفر له ما بين الجمعتين و3 أيام. يعني ربنا عز وجل يغفر لك من الجمعة دي للجمعة دي و3 أيام زيادة كمان. سبحان الله، بفضل ايه؟ بفضل الانصات لصلاة الجمعة. ربنا يغفر لك ذنوبك بين الجمعتين و3 ايام كمان، يعني حوالي 10 ايام. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. فنروح يا جماعة بعد كده الجمعة فايقين وما ننامش في صلاة الجمعة، وننصت الى الامام. بارك الله فيكم واصلح حالكم. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.